دي طريقة حلوة قوي للحمة ومختلفة بصوص كده مع خضار، لو جربتوها بجد مش هتبطلوا تعملوها. فكرتها بسيطة وطريقتها سهلة قوي لكن طعمها بيكون خرافي، فضروري تعملوا سيف للوصفة دي. ويلا نبدأ مع بعض. استخدمت لحمة قطعية الكتف مقطعاها مكعبات متوسطة. انا هنا هسويها في حلة الضغط بس ممكن تسووها في اي حلة عادية. شوية زيت في الحلة نسخنهم على الاخر وبعدين ننزل باللحمة. هنضيف عليها معلقة كبيرة من الدقيق وشوية توابل، توم باودر وبابريكا وفلفل اسمر. وانا كمان هضيف الملح من دلوقتي لاني كده كده هسويها في حلة الضغط. لو هتسوي اللحمة في حلة عادية يفضل تأجلوا الملح للاخر عشان تستوي بسرعة. هنشوح الكلام ده كله دقيقتين كده لحد ما اللحمة تقريبا تاخد لون بالمنظر ده. هنرفع اللحمة من الحلة ومكانها هنحط شوية من الزيت وننزل ببصل متقطع مكعبات صغيرة. انا هنا مستخدمة بصل ابيض وبصل اخضر. البصل الاخضر في الوصفة دي بيدي طعم حلو قوي بس لو مش موجود ممكن نستغنى عنه عادي. هنشوح البصل دقيقة وبعدين ننزل بفصين من الثوم المفروم نشوحهم مع البصل، واول ما ريحته تطلع ننزل على طول بمعلقة كبيرة مليانة كده من الصلصة اللي هو معجون الطماطم او معلقتين ممسوحين. نشوح الصلصة مع البصل والثوم لمدة دقيقة وبعدين ننزل عليها بحوالي كوباية او كوباية ونص من المية ونضيف فيها على طول اللحمه اللي احنا شوحناها. هنغطي بقى على اللحمه ونسيبها لحد ما تستوي بنسبه تقريبا 90%. بعد ما اللحمه استوت هنضيف عليها الخضار. انا هنا استخدمت بطاطس وجزر ومشروم، والمشروم هنا اختياري. احلى حاجه في الوصفه دي انكم تقطعوا الخضار حجمه كبير، يعني مثلا لو بطاطسايه متوسطه تقطع 4/4، لو صغيره نصين بس، والجزر برضو يكون سمكه كبير بالشكل ده. ضفت الجزر والبطاطس على اللحمه وكمان المشروم اللي كنت مقطعاه برضو نصين بس. لو كنتوا بتسووا اللحمه في حله عاديه ففي الخطوه دي غالبا هتحتاجوا تزودوا شويه ميه تغطي الخضار عشان يعرف يستوي كويس. زودت شويه ملح وفلفل اسود و7 بهارات وكام واحده كده من الحبهان، ولو عندكم ورق لورا ضيفوه. هنقفل على الخضار لحد ما يستوي تماما واللحمه كمان تكمل سواها معاه. ده بقى شكله بعد ما استوى. ممكن تلاقوا الصوص لسه متقلش بالشكل الكافي، خصوصا لو كنتوا عاملينه في حله ضغط زيي، فيا اما تسيبوه مع نفسه شويه يغلي وانتوا رافعين الغطا لحد ما الصوص يتقل، او تدوبوا معلقه صغيره نشا مليانه في ربع كوبايه ميه وتضيفوها على اللحم ونقلب دقيقتين بعدها وهتلاقوا على طول الصوص تقل بالشكل الخطير ده. وده بيكون شكلها بعد ما بتبرد. الصوص بيتقل اكتر بالشكل ده. مش متخيلين طعمها عامل ازاي. طعم الصوص واخد من اللحمه مع الخضار. الخضار كده طري جدا وفي نفس الوقت تحسوا ان انتوا بتاكلوا كل حاجه لوحدها. مش هكلمكم عن اللحمه قد ايه هي دايبه وطريه وشاربه من الصوص. بحب اقدمه مع رز ابيض وبس كده، بالهنا والشفا.